سلام البنات. اليوم مواصلة مع حلويات العيد. راح نديرو ثاني موديل للعيد هذا. راح نديرو المحنشة بطريقة سهلة جدا بدون عجينة وحشو بسيط. شوفوا واش نحتاجو فيها. على لاباط فيلو عندنا واحد باكيه واحده، ساشي واحده. راح نحتاجو فيها رطل تاع كاكاو. رطل تاع كاكاو رايحين نحمصوه شويه، نحيولو القشور يجي هذا الكولار هذا. في الرطل عندنا هنا نص رطل تاع سكر عادي. كي ديري كيلو تاع كاكاو ديري رطل تاع سكر. حنا درنا نص كيلو تاع كاكاو، درنا نص رطل تاع سكر عادي. عندنا 3 مغارف تاع زبده ذايبه. عندنا هنا هذا كاكاو دششناه هكذا، رحيناه في الخشين وخليناه هكذا ابيض، نحينا له فقط القشور تاوعو ورحيناه في الخشين. عندنا مزهر وعندنا لاباط فيلو، عندنا وحده تاع لاباط فيلو. كي ديري كيلو تديلك زوج باكيات. نبداو اول حاجه راح نبداو بهذا الكاكاو. شوفوا هذا الكاكاو راح نرحيوه مع السكر، نرحيوه بالنص، نقسمو الكاكاو هكذا على 2 ونقسمو السكر على 2 ونرحيوهم مع بعض. نحط نص كمية ونحطو معاها نص الكمية تاع السكر ونرحيوهم مليح حتى نتحصلوا على عجينة. نرحيوه مليح تاني يولي بودر، ومن بعد نوصلو في الرحي حتى نتحصلوا على عجينه يولي لنا يتعجن، نوليو نقدروا نطموه. شوفوا كيفاه نتحصلوا عليه. بقاو فقط نرحيو فيه باستمرار حتى نتحصلوا على هذا القوام هذا، يولينا اشغل العجينه كما هكا. نقدروا نطموه باليد. من بعد راح نضيفوا له كي يكملوا الكميه كامله راح نضيفوا له 3 مغارف تاع زبده تكون ذايبه ونطموه هكذا، نعجنوه هكذا بيدينا هكذا، ندخلوا مليح هذاك ليدام ونضيفوا له حوالي 3 مغارف تاع مزهر ونطمو دائما بهذه الطريقه هذه باه نتحصلوا على عجينه وتجينا متماسكه. تقدري ديري هاد الطريقه هذه وتخليها ساعه حتى هذاك السكر يذوب مليح، وباه نبداو نخدموا بها. تقدري تخدمي بها مباشره. شوفوا كي نتحصلوا عليها هكا عجينه رايحين نديروها حرابش هكا، نديروها حربوش، نلفوها هكا، نديروها ما يكونش خشين بزاف وما يكونش رقيق، يكون متوسط. نشكلوها كامل هكذا حرابش هكا كبار. ومن الاحسن ديري بابي فيلم ولا كيس بلاستيكي وديري هذو الحرابش بالكيس بلاستيكي، راح تسجك العمليه تساعدك اكثر. تجيك ويجيك هذوك الحرابش يجيو كامل قد بعضهم، تقدري تحكمي في السمك تاعهم. نكملوهم كامل نحطوهم جيه ونروحوا لاباط. الحشو تاعنا هذا
هذا درناه حرابش، شوفوا كيفاه جا. حاولوا فقط ديروهم نفس السمك، ونحكموا نديو هنايا زوج وراقي من لاباط، نحطوهم من جهه، وهذه نعاودو نديروها نطويوها هكا في الكيس تاعها باش متكسرناش. صافي نحطو هذو الوراقي، نحطو الورقه الاولى، ورقه واحده، ندهنوها كامل بالزبده الذايبه، ندهنوها مليح. ونحط فوقها الورقة الثانية، ونعاودو ندهنوها، ونجيبو الحلبوش تاعنا نحطوه هكا، ونبداو نلفو عليه عبات. هكا نزيدو ندهنو هذو، نكملو الرولي هكا حتى للاخر، الاخر نزيدو ندهنو مليح هكذا. بعد نحكمو نقصو، نحيو هذو الحواشي، نقصو هكا مقروطات، نقصو الحبه الاولى، هذيك الحبه الاولى حنقيسو عليها الباقي، نحطوها هكا ونقيسو عليها بيجونا كامل قد بعضها. هكا حتى نكملو كامل. ها هي الحبه تحصلوا عليها، ها هي هاهم جاو كامل قد بعضهم. دوكا راح نجيبو بياض البيض، عندنا بياض بيضه
ندهنو من الفوق. ونجيبو هذاك الكاوكاو اللي دششناه كان خشين، نحطوه من الفوق. نحاولوا نضغطو كدا باه يلصق لنا. نزيدو نكملو هذا. تحبي تخلي في الاخير باه تزينيهم، كي طيبيهم تخلصي تدهنيهم بلا جولي وتحطي وترشي الكاوكاو ولا بيستاش ولا حاجه. هنا نجيبو السنيوه ونحطوهم يطيبوا. وهنايا لازم نعسوهم، نخليوهمش يطيبوا بزاف لانها لاباط هذه دقيقه طيب، ما تديش وقت بزاف في الطياب باه ما يتحرقوش. جيس ما يحمرون شويه فقط من تحت، طفيو عليهم وشعلوا عليهم من الفوق، يديو هذيك التحميره فقط خفيفه ونحيوها. انا بعد ما نطيبهم راح تشوفوا الشكل تاعهم النهائي. ها هي المحنشه تاعي وجدت، خرجتها من الفور خليتها بردت. شوفوها كيفاه يجي الشكل تاعها، شوفوا التوريق يجي باين، تجي رائعه. فقط بعد ما تخرجوها خليوها تبرد مليح، ومن بعد وليو حكموا العسل، سخنوا العسل وعسلوها وديروها في الكيسات هكذاك تكون واجده. انا هنايا نعتها لكم مش معسله، مازلت ما عسلتهاش، حبيتكم باقا تشوفوها كيفاه جات، كيفاه خرجتها من الفور. طريقه التقديم تاعها ولو بعد ما نعسلها راح تشوفوها في فيديو مصغر راح نحط لكم بعد يومين ولا ثلاثه، راح نحط لكم راح تشوفوه. المهم طريقه ها هي سهله وبسيطه في متناول الجميع. تقدري هنايا الحشو تبدليه ديريه لوز، تقدري ثاني لاباط ديري لاباط تاع البقلاوه في بلاصه لاباط فيلو. ان شاء الله تجربوا المحنشه هذه وتعجبكم، انا متاكده حتعجبكم. ونلتقي بحول الله في فيديوهات قادمين مع مزيد من الوصفات. وصحه عيدكم وتنعاد عليكم بالصحه والهنا.